اخر شيء بيطلع على الاجتماعات بيعملوا لي 100 لغم الاسرائيليين والامريكان، بيقولوا اتفقنا مع الجانب اللبناني انه الخطر مش اسرائيل صارت، هي المقاومه، انه كيفيه مواجهه المقاومه. بس المقاومه ليست خطر على اسرائيل. المقاومه قوه للبنان. هلا خطر على اسرائيل، نحن كمان هلا حندخل عندنا F-35 وهذا مش هالقد الخبريه، كمان المقاومه تواضعت باهدافها. يعني كنا قبل الجليل تواضعت المقاومه في اهدافها وحكت عن حمايه لبنان. المقاومه ما عادت عم تقول انا بدي ادخل على محل وعم تقول انا بدي حرر ارضي وبس ونقطه على السطر، ونحن خلف الدوله وتيجي الدوله تاخذ مساحتها. كل هذا اللي عم تحكيه المقاومه. طيب اذا نحن هذا الاسرائيلي اذا بده يضل باطماعه، وقت اللي حكي عنه نتنياهو وقت اللي حمل خارطه اسرائيل، ووقت اللي عم تطلع ينعرض هلا على السوشيال ميديا اراضي بجنوب لبنان للبيع صح. وبيوت ب 300,000 شيكل وهدول عم تنعرض للبيع. طب انا ما عم بحكي هيداتهم، هدول اللي عم يعملون جرائم الحرب التي ترتكب. ما تحرك وزير الخارجيه ولا الدوله، أيمت الدنيا ودعوا إلى مؤتمرات وراحوا على مجلس الأمن وراحوا على محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب بتدمير القرى. هذه جرائم حرب، تدمير القرى بالكامل وتغيير المعالم في جنوب لبنان. دولة مستقيلة من دورها.